تحولات سلوكية من النقيض إلى النقيض. مغنو راب تعددت جنسياتهم وبلدانهم والتقوا عند داعش. من عشق حفلات الفن تحولت حياتهم إلى التطرف الديني. فأحد منفذي الهجوم على مسرح باتكلان الباريسي كان هاويا ومغنيا للعروض الموسيقية مثل تلك التي تقدم على خشبة المسرح. الفيديو لمغني الراب إسماعيل عمر مصطفى يعود للعام 2009، أحد انتحاريي الحفل في باريس. إسماعيل عرف عند الشرطة الفرنسية ليس بالتطرف الديني، بل عبر مخالفات جنائية صغيرة، وكان ضمن قائمة المشتبه فيهم كما تقول السلطات الفرنسية، ولكنه لم يتم زجه في السجن. ومن مغني راب في حانات لندن إلى ذباح داعش المتباهي بالرؤوس المقطوعة عبد المجيد عبد الباري المعروف الجيني، الذي نشر له داعش عمليات نحر بشعة. على هذا الدرب سار آخرون. راقص محترف يهوى الحفلات، منفذ هجوم سوسة التونسية سيف الدين اليعقوبي، الذي تجول في الشاطئ وفي يده رشاش وجهه بدم بارد نحو السياح. ووفقا لعائلته كان يعشق أغاني الراب ورقصة البريك دانس، وكان يشارك في المسابقات الراقصة، ولم تظهر عليه أي مظاهر تشدد. غادرت هذه الدار متجهين إلى دار الكفر. أيضا مروان الدويري مغني الراب التونسي الذي سجن في قضية المخدرات وتحول إلى التطرف ليستبدل الآلات الموسيقية بالكلاشينكوف. ومن الراب إلى الإرهاب. المغني هنا هو شريف كواشي، أحد منفذي الهجوم على مجلة تشارلي إبدو الفرنسية، وهو يظهر في فيديو يعود إلى العام 2004 كشخص مختلف تماما. ومن موسيقى الراب ورقص الهيب هوب إلى قتل الأبرياء بدم بارد، كان هذا هو الطريق الذي سلكه الرابر الألماني دينيس كوسبرت، الذي بات يحمل لقب أبو طلحة الألماني منذ انضمامه إلى داعش عام 2012. هؤلاء وغيرهم تركوا أضواء الشهرة الفنية ليحققوا شهرة من نوع مختلف عبر تسجيلات صادمة لعملياتهم الإرهابية. ميس عمار، العربية.